تمام. اقول الحتة دي تاني طيب عشان لما الفيديو يكون معاكم، ولا انتوا فهمتوا ولا ايه؟ يا جماعة، اشرح الحتة دي تاني. ماشي، هو تقريبا ماشي. تمام. انا يا جماعة مش شايف الشات، فمعلش مش واخد بالي خالص ان حد بيبعت اصلا رسائل. يعني ممكن لو حد عاوز يسأل في النص او حاجة يشغل المايك ويسأل عادي، يعني مفيش اي مشكلة. بس انا والله مش شايف الشات. انا اصلا يعني بتاعت زوم دي متشالة من عندي، فانا مش شايف اي حاجة. اللي بيدخل واللي بيطلع انا مش شايف حاجة. ماشي. نرجع تاني نعيد الحتة دي تاني عشان لو الفيديو يكون معاكم. ماشي. انا دلوقتي حطيت خلاص صور. الصور موجودة في التايم لاين، والتايم لاين اهو 30 60 ثانية براحتك وما فيش اي مشكلة. انا دلوقتي عاوز ارسم بالبين تول، عايز ارسم شيب عادي. بجيب البين تول ومش محدد اي لاير. انت لو تلاحظ كده اهو مفيش اي تحديد على اي حاجة، وهرسم شيب. فانا ممكن اعمل ايه بالبين تول؟ ارسم شيب ازاي؟ اجي مثلا على السن دي ارسم شيب السن. وممكن انت بقى بتفكيرك انت بقى ممكن تعمل بيها، شوف انت عايز تعمل بيها انيميشن ازاي. عايز تحرك مثلا، هقول لك ازاي مثلا تحرك الشيب ده، ولا عايز تعمل في حاجات كتير قوي ممكن تعملها بالشيب ده. بس ماشي، انا دلوقتي رسمت شيب حتى ظهر لك تحت اهو، شيب 1. خلاص ظهر لك شيب، مفيش اي مشكله في لاير لوحده حتى. طيب انا دلوقتي هعمل حاجه جديده. عايز اعزل جزء من الصوره بنفس البين تول. بنفس البين تول هضغط عليها، بس هاجي على الصوره اللي انا عايز اعزلها. يعني انا عايز اعزل دي ولا دي؟ اللي انا عايزه، انا عايز اعزل دي فهضغط عليها. وهجيب البين تول واشوف بقى انا عايز اعزل ايه. عايز اعزل مثلا الحته دي كده اهو، زي الفل. عزل لك الجزء اللي انت اخترته وخلاص على كده. حتى انت تيجي ما هتلاقيه ما عملش شيب، لا هتلاقيه هتدخل كده في اللاير دي، هتدخل في السهم، هتلاقيه عمل لك ماسك اهو. عاوز غيرت رأيك وعاوز ترجع عادي تمسح الماسك ده، هتضغط على الماسك وتدوس ديليت. بس خلاص هيرجع الصورة الأصلها. طيب أنا بقى دلوقتي عاوز أعمل، يعني عاوز أعمل حركة. إيه الحركة اللي أنا عاوز أعملها؟ أنا عاوز الصورة دي تفضل زي ما هي. أنت لو لاحظت إن الصورة كلها بتختفي وبيظهر السنة بس. طيب ما أنا محتاج الصورة دي، يعني أنا محتاجها، أنا مش عاوزها تختفي. انا عاوز اعمل زي لاير يكون فيها السنة لوحدها، ولاير يكون فيها الصورة كلها. فهعمل ده ازاي بقى؟ هاجي على اللاير اللي هي بتاعت الصورة دي. دلوقتي دي يا جماعة بتخفي وبتظهر العين دي. يعني لو دوست كده بيخفي. يعني ايه بيخفي؟ يعني انت دلوقتي الشيب ده انا خفيه، واللاير اللي تحت دي انا خفيها. لو انت عملت دلوقتي ريندر للفيديو، يعني خرجت الفيديو من البرنامج، الحاجات اللي مخفية دي مش هتظهر، لان انت خفيها خلاص، مش هتظهر في الفيديو النهائي. فلو انت عاوز تخفي حاجة مؤقتة، تتأكد ان انت بعد كده تظهرها عشان بس ما تختفيش لما تيجي تعمل ريندر للفيديو. ماشي. نرجع للموضوع. انا دلوقتي عاوز اعزل السنة دي في نفس الوقت اللاير الأصلية ما تختفيش مني. انا عاوز الاتنين. فالموضوع، انا هقول لكم الطريقة بس. عاوز حد كده يتوقع انا ممكن اعمل ازاي الموضوع ده. يعني هو الموضوع سهل قوي، حاجة بديهية ممكن انت ما كنتش واخد بالك منها. ازاي اعزل جزء؟ انت لو لاحظت انا بجيب البين تول وبعزل كده، بلاقي الصورة كلها بتختفي وبيظهر بس الجزء ده. طيب انا عايز الصورة كلها تبقى كاملة ويظهر برضو الجزء ده برضو لوحده. ازاي اعمل الموضوع ده؟ حد كده توقع ممكن نعملها ازاي؟ ممكن اعمل دبليكيت للصورة، فهي جامد، لما بس صح كده. بالظبط، ان انت الصورة دي تعمل منها نسخة جديدة. اهو بنعمل نسخة جديدة ازاي؟ بتدوس كنترول دي، اهو عمل منها نسخة جديدة. كده انا بقى معايا. بص انا واقف بالبين تول، انا هجيب على السلكشن تول عشان بس اعمل براحتي. انا كده معايا صورتين اهو. همسك صورة منهم، مثلا همسك الصورة دي واروح جاي عامل منها ماسك. اهو همسك احدد الصورة واجيب البين تول واعمل منها ماسك اهو. بص اهو، نيجي نشوف انا عملت ايه. انا دلوقتي مسكت السنة، سوري. انا دلوقتي معايا سنة اهو لوحدها، ومعايا الصورة كاملة لوحدها. طيب انا بقى دلوقتي ممكن اعمل انيميشن، يعني ممكن اعمل حركة بالطول البسيطة دي ازاي. تعال نشوف انا ممكن اعمل ايه. تعالى بقى نوقف، يعني نمسح بقى الماسك ده خالص، نمسح الصورة دي خالص عشان نعيد على نضافة. انا دلوقتي معايا اللير دي، نعمل منها دوبليكيت. كده هما الاتنين تحت بعض بالظبط، في نفس البوزيشن، في نفس كل حاجة. هعمل من واحدة ماسك،
هنرسم مثلا كده. كده عملنا احلى ماسك معانا، ماشي. تعالى مثلا نعمل ان الصورة دي، عايزين نقول مثلا ان ال السنة دي عايزها كده تطلع لبره، والصورة اللي ورا يحصل لها كده زي تبقى اوت اوف فوكس. ممكن نعمل ده ازاي؟ نيجي على اللاير اللي فيها الماسك، هتحدد كده على اللاير، هيظهر لك اهو اللاير اللي فيها الماسك هي دي. مش حاسس او مش شايفها. بتيجي كده وتدوس على السهم، هتلاقي اللاير اللي فيها الماسك هي دي. عاوز برضو اسهل انت تخفيها. لما تخفيها طبعا هي نفس الصورة فمش هتظهر، معلش. ماشي، بتدوس بس على السهم بتشوف انهي لاير اللي فيها الماسك هي دي، يبقى هي دي السن. طيب هنعمل فيها ايه بقى دلوقتي؟ هننزل كده في ترانسفورم، هنيجي على بوزيشن، هنيجي على بوزيشن وسكيل. انا مثلا عاوز اعمل انيميشن في السكيل، عشان الحركه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي هنعملها. اعمل مثلا سكيل كده، انا دلوقتي سكيل وهو واقف عند صفر. هيجي مثلا قدام شويه، اروح جاي مكبر السكيل ده شويه. طيب انت لو تلاحظ هو كبر لفوق قوي، يعني كبر، طلع بره. فانت عشان تنزله لتحت في طريقتين، بس انا مش هدخلك في موضوع. فالاسهل دلوقتي يعني ليك ان انت وانت واقف كده تعمل كي فريم للبوزيشن معاه. هتعمل كي فريم للبوزيشن، وتيجي هنا، تروح جاي منزل البوزيشن، تروح جاي منزل البوزيشن ده شويه. بص كده ايه اللي حصل. اهو، شفت الصوره كبرت كده. طيب عشان بقى تدي الموضوع يبقى رياليستيك قوي بقى وهي بتكبر كده، نعمل حاجه في الصوره اللي تحت. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نبعد الصوره اللي تحت شويه، ونقلل الاوباسيتي بتاعتها شويه، نحط بلورنس عليها، افكت بلورنس. بص هنعمل ايه مثلا بافكت بسيط خالص. انا دلوقتي خلاص خلصت شغل على اللاير بتاعت الماسك. نيجي على اللاير دي، نيجي على ترانسفورم، هنلعب في حاجتين. هنلعب في السكيل، وهنلعب في الاوباسيتي. بس انا عايز اشوف اكون واقف في تايمنج مظبوط. يعني انا مثلا نيجي كده بالانديكيتور، انا عايز وهو بتطلع كده اهي، وهي السنه بتطلع كده، اللاير اللي تحت دي ترجع لورا والاوباسيتي بتاعتها تقل شويه. فنعمل على السكيل ونعمل على الاوباسيتي. انا كده عملت كي فريم، ما حصلش اي تغيير لان انا ما غيرتش اي حاجه هنا. هنمشي قدام شويه، لما خلاص الصوره دي الماسك ده او السنه دي طلعت، نروح عاملين ايه بقى؟ نروح مقللين السكيل شويه كده، ونقلل الاوباسيتي شويه. كانك كده بتقول له انا هعمل، كأن هعمل كده فوكس على السنه دي، بص اهو. طبعا انت بقى ايه ممكن يعني حاسس ان هي بطيئه سريعه. انا دلوقتي دي كي فريمز عادي، ممكن اقربها شويه. فلما اقربها شويه الافكت اللي هيحصل هيبقى اسرع. فبص اهو، هبعدها شويه. لو انا بعدتها خالص يعني مسكت كده كي فريمز رحت مبعدها قوي، هتلاقي عقبال ما يتحرك من هنا لهنا هياخد ثانيتين، هياخد وقت اطول. فبص هتلاقي اتحرك ببطء قوي. فانت بقى يعني انت بقى عيش مع البرنامج كده براحتك. انا قلت لك الفكره، انت عيش بقى براحتك، العب في البرنامج براحتك، وهتغلط عادي مفيش اي مشكله. انا مثلا هنحطه مثلا كده. احس ان هي محتاجه تعمل شويه اهو. اهو شفت افكت بسيط بتولز بسيطه وعمل شكلها حلو. ماشي. أه في حاجه برضو يعني انا هقولها وخلاص. هي مهمه بصراحه، يعني هي مهمه بس انا ما كنتش عايز الخبطكم، بس هقولها. ايه هي الحاجه دي؟ ان في الاول لما جينا نحرك، انا دلوقتي همسح بس ايه. بص انا عملت ايه دلوقتي؟ انا ظهرت الكي فريمز. ازاي بظهر الكي فريمز كده؟ يعني انا واقف على اللاير، عايز اظهر كل الكي فريمز او كل الحاجات اللي انا عملتها في اللاير دي. بدوس على حرف اليو، يعني بقف على الكي فريم على اللاير كده، وادوس على حرف اليو هيظهر لي كل حاجه انت عملتها في اللاير. فانا عاوز امسح مثلا دلوقتي، عاوز امسح الكي فريمز دي. انا دلوقتي لو وانا واقف بالانديكيتور هنا، يعني انا واقف بالانديكيتور هنا وجيت مسحتهم، انا كده مسحتهم، بص هيبقى التغيير واقف هنا. لا انا عاوز ارجع خالص، يعني عاوز ارجع لما كنت في الاول خالص. هتاكد ان انا واقف بالانديكيتور خالص اهو، واروح جاي مسحه. تمام. ماشي. انا بقى في حاجه ايه اللي انا كنت هقولها دلوقتي. انا لو انتوا لاحظتوا لما جيت اكبر، عملت كي فريم، لما جيت اكبر اهو مشيت شويه وجيت اكبر، لو لاحظتوا التكبير طلع لبره كده. ليه التكبير طلع بره وحليناه بالبوزيشن؟ طب هو ليه التكبير طلع بره؟ انا ممكن احله بحاجه تانية. التكبير طلع لبره عشان حاجه اسمها الانكر بوينت، اللي هي دي، اللي هي النقطه السيركل الصغيره دي. الانكر بوينت دي هي نقطه الارتكاز بتاعت الصوره. يعني هو دلوقتي نقطه الارتكاز بتاعت اللاير دي اللي هي دي،
انا بظهر السنه لوحدها او اللير لوحدها بالبوينت دي، او بظهر لوحدها. نقطه الارتكاز بتاعتها هنا، يعني اي تغيير هعمله هيتعمل حوالين النقطه دي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عاوز اعمل روتيشن، عاوز الف الصوره دي. بص كده لما اجي اعمل روتيشن هيحصل ايه؟ او الروتيشن اهو، هلعب مثلا في الروتيشن شويه، بص هتلاقي الروتيشن بيحصل حوالين النقطه دي. طيب انا مش عايز اعمل كده، انا عاوز اعمل اخلي نقطه الارتكاز بتاعتها في النص. يعني او شوف انت عاوز تخليها فين، بس الطبيعي انها تكون في النص. فازاي بقى تخلي نقطه الارتكاز دي في النص؟ في تول بقى جديده، اللي هي دي اسمها البان بيهايند تول. دي بتدوس عليها، دي اللي بتحرك الانكر بوينت، بتحرك نقطه الارتكاز بتاعت الصوره، بتدوس عليها. خلاص علمت عليها، بتجيب بقى الانكر بوينت دي وتروح جاي حاططها في النص كده اهو. خلاص كده. فانا دلوقتي لما اجي الف الصوره او اجي اكبرها هتلاقي التكبير، يعني بص هتلاقي التكبير حوالين النقطه دي. بص اهو، تكبير حوالين النقطه دي بالظبط. بص احنا لما حطيناها في النص ما اضطرناش ان احنا نلعب في البوزيشن، هنلعب في السكيل بس، لان هو التكبير مساعدنا. برضو نفس الكلام، لو عملت روتيشن هتلاقي بتلف من النص اهو. تمام. طب ازاي اخلي الانكر بوينت تبقى في النص من غير ما اجيب البان بيهايند كده وافضل اخليها في النص، وممكن ما تظبطش لو مثلا في ديتيلز قوي ممكن ما تظبطش في النص بالظبط. ازاي اخليها في النص بالظبط؟ ان انا باجي على البان بيهايند وبدوس كنترول ودبل كليك. يعني مثلا نخلي الانكر بوينت كانها هنا، كأن الانكر بوينت هنا. هاجي على البان بيهايند وادوس كنترول ودبل كليك، بص اتحطت في النص. حتى هي اتحطت في النص اكتر منك كمان. ماشي. دي برضو كانت تول كده، يعني ايه، انت خلصت البان بيهايند تجيب السلكشن تول عشان ما تعملش اي حاجه في لخبطه في البرنامج. دي برضو كانت تول ممكن تلعب فيها براحتك. ممكن مثلا وانت بتعمل افكت تعمل بلورنس مع الصوره. فدلوقتي هنتعلم حاجه جديده. ايه الحاجه الجديده؟ قائمه افكت اند بريسيتس اللي انا قلت لك عليها في التولز دي. هتلاقي في حاجه هنا، في حاجتين هنا، والله هم في بتاع 3 حاجات كمان مهمين. ايه هم؟ الافكت اند بريسيتس اللي هي دي، وعندنا الكاركتر، وعندنا ال والله ماشي الالاين برضو دي مش مهمه قوي، بس ماشي عندنا الافكت اند بريسيتس والكاركتر. طيب انا دلوقتي عاوز بقى وانا بعمل، نرجع بقى الصوره لاصلها خالص. ماشي. انا برجع ازاي خطوه لورا بكنترول زد، عشان لو محدش خد باله، كنترول زد. هفضل ارجع لحد ما خلاص الصوره ترجع للاصل خالص، افضل ادوس كنترول زد لحد ما شوف انت عاوز ترجع لحد امتى. تقريبا بيسيف تقريبا 21 حركه تقريبا يعني. ماشي. انا دلوقتي بقى عاوز اعمل حركه تاني، يبقى برضو بنتعلم يعني واحنا شغالين. دوس على السهم، عاوز اكبر الصوره، في نفس الوقت اللي ورا دي تبقى اوت فوكس. عايز بقى تبقى اوت فوكس قوي، يعني احط عليها بلورنس كده الصوره تبقى بلور. فنعمل الموضوع ده ازاي؟ مثلا انا هعملها بسرعه، هجيب بوزيشن وسكيل وانا واقف في النص، اتاكد الانديكيتور، شوف انت واقف فين. همشي شويه، اروح جاي مكبر كده، ومثلا لاعب في البوزيشن منزلها لتحت شويه، فنيجي نشوف. ماشي. عايزين بقى نخلي الصوره اللي ورا دي تبقى فعلا بلوري كده. فنعمل الموضوع ده ازاي؟ بتيجي على الافكت اند بريسيتس، بتدوس عليها. القائمه دي لو مش موجوده عندك، يعني مثلا اهو كانها مش موجوده، بتجيبها منين؟ زي ما قلنا بتجيبها من قائمة ويندو. دوس على ويندو، تدور على قائمة Effect and Presets فين؟ اهي. تدوس عليها، هتظهر لك هنا. هتبحث بقى عن، انت دلوقتي انا قلت هعمل بلور، فمنطقي هتدور على بلور اهو. تكتب بلور، هتلاقي ظهر لك كذا نوع من البلور بقى. المتاح في اللي احنا هنستخدمه. بص كام نوع من البلور، كتير جدا. انا عايزك انت بقى تقعد تلعب بس، يعني المشهور قوي اللي احنا بنستخدمه اللي هو الجوزيان بلور ده، اللي هو ده. فتكتب جوزيان بلور هيظهر لك على طول. ازاي بتحط افكت على صورة؟ بتمسك الافكت كده، تروح جاي هولد كده تسحبه، وتروح جاي جايبه على الصورة اللي انت عاوز تحط الافكت عليها. انا عاوز احطه على انهي صورة؟ انا عاوز احطه على الصورة اللي ورا. الصورة اللي ورا اللي هي اللي تحت دي، اللي هي دي. طيب بص لو تلاحظ، انا في اول البرنامج خالص لما كنت بتكلم على اول البرنامج انا قلت لك القائمة دي فيها حاجتين. البانل دي فيها حاجتين، فيها بروجكت وفيها افكت كنترولز لو فاكر. دلوقتي في بروجكت، فلما حطيت افكت الجوزيان بلور
بص لما اجي على افكت كنترولز هتلاقي ظهر لك البلور اهو. فاي افكت هتحطه على الصوره هتلاقيه ظهر لك هنا في السهم كده، تشوف افكت كنترولز هيظهر لك هنا. بص في البلورنس هتلاقي جنبه ساعه، يعني معنى كده ان في اقدر اعمل بيه انيميشن. طيب هنعمل انيميشن ازاي؟ تعال نشوف. انا دلوقتي وهي الصوره بتتحرك كده، انا عاوز من اول هنا وانا واقف بالانديكيتور من اول هنا لحد هنا الصوره تبقى بلور. فنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنيجي مثلا هنا اهو، نحط كي فريم على البلورنس، ندوس كده كي فريم. طيب الكي فريم ظهر هنا فين؟ ندوس على حرف اليو، هندوس على اللاير كده وندوس على حرف اليو، هتلاقي الكي فريم ظهر هنا اهو قدام البلورنس اهو. تمام. ماشي، همشي شويه قدام مثلا كده، واروح جاي اجي على البلورنس اروح جاي مزوده كده، هزوده مثلا خالص. بص كده اهو. اهو بص الصورة بقت خالص يعني بلوري خالص. انت طبعا تزود براحتك تقلل براحتك اللي انت عايزه. وده افكت من آلاف الافكتات اللي انت ممكن تستخدمها. يعني والله انا ببقى قاعد كده بجد والله، اللي هو بفتح كده افكت اند بريسيتس كده لو انا خلاص عاوز اعمل فكرة انا ما عملتهاش قبل كده، بقعد افتح كل قائمة اشوف افكت احطه على الصورة واشوف هو ده بيعمل ايه، لا ممكن استفيد منه ازاي في الفيديو. بجد يعني انا بعمل كده. فانا عايزك بقى تفتح البرنامج كده وتشوف بقى تعيش مع نفسك، لخبط براحتك زي ما انت عايز. ماشي. انا دلوقتي عملت افكت اللي هو البلورنس. آه، ايه تاني ممكن نتعلمه؟ او ايه تاني ممكن مهم في الاساسيات؟ مثلا التكست. انت اي فيديو ما بيخلوش من تكست وافكتات. ماشي. فاحنا قلنا التكست بتكتب تكست ازاي؟ مع حرف التي، بتدوس على حرف التي واي حته تدوس كده وتكتب بقى براحتك. انا مثلا كتبت نكتب هنا، نكتب مثلا old composite. اه ده كتب بالعربي old composite. ماشي، نجيب السلكشن تول. اتفقنا لما بتخلص كتابة بتدوس على السلكشن تول وتروح جاي ماسك. طبعا انت بتحرك ال اي لاير بتحركها من الانكر بوينت بتاعتها. انا قلت لك الانكر بوينت هنا اهو. طيب انا عايز اخلي الانكر بوينت بتاعت اللاير دي في النص، فقلنا بنعمل ايه؟ بنيجي على البان بيهايند وتدوس كنترول ودبل كليك، جاب لك الانكر بوينت بتاعتها في النص. خلصت تيجي على السلكشن تول تاني براحتك، تمسك بقى دي كده. هو ليه هنا الكلام بعيد عن بعضه؟ عشان انا لاعب هنا في قائمه الكاركتر. انا قلت هنا في حاجتين مهمين اللي هم الافكت اند بريسيتس وقائمه الكاركتر. فانت هتمسك كده التكست كده وتخش على قائمه الكاركتر دي، هتلاقي فيها برضو لو مش موجوده هتجيبها من ويندو. هو في حد مشغل يا جماعه المايك؟ عشان بس. ماشي. تمام، هتجيب الكاركتر لو قلنا مش موجودة هتدور عليها في ويندو، هتدور على كاركتر كده هتلاقيها لو مش موجودة عندك هنا أو مسحتها بالغلط أو لعبت في البرنامج أي حاجة. ماشي. هتفتح كاركتر هتلاقي كل حاجة خاصة بالتكست ده. يعني هي قائمة كاركتر دي كل حاجة خاصة بالتكست، تغيير حتى الفونت. يعني أنت ممكن تنزل فونتات من على النت وتعمل لها انستولينج هتلاقيها ظهرت لك هنا ده نوع الخط أهو. تدخل كده على السهم ده هتلاقي جايب لك كل الخطوط اللي عندك على الجهاز. تمام. ماشي. انا لعبت انا في قبل كده خليت يعني بص هنا، انت بقى تلعب تشوف الحاجات دي بتعمل ايه. هنا بيكبر ويصغر، يعني بتلاقي كده التكست بيكبر ويصغر. ماشي. هنا بقى اللي هو المسافة. أو في حد كتب حاجة ولا انا اللي ظهر لي؟ ماشي. تمام. هنا المسافة بين الحروف وبعضها، يعني انت لو لاحظت هنا الحروف بعيدة عن بعض، فانا عشان كنت مزود المسافة دي فتقلل المسافة كده اهو، ترجع الحروف براحتك. في ناس اللي هم بتلاقي الصور بتاعتهم على اللي هم بتلاقي عامل كده الووتر مارك بتاعته، بتلاقيه كاتبها بالشكل ده بالظبط، اللي هو كاتب كده مسافة بعيدة عن بعض، وتلاقيه عامل كده حاجة في الصورة اللي هو كأنها ظاهرة نص نص. يعني نتخيل كده هو عامل ايه في الصورة؟ هو عامل اوباستي، يعني عمل كده، دخل على الاوباستي وراح مقلل الاوباستي كده شوية، بتحس كده ان التكست ظاهر شكله حلو كده وكأنه ووتر مارك. هو عمل كده بالظبط، قلل الاوباستي بتاعت التكست. فهي يعني حاجة ممكن برضو تطلع بيها ان انت عايز تعمل ووتر مارك لنفسك باسمك، ممكن تعمل كده.
تمام. برضو هنا اللون، يعني انت مثلا تدوس على اللاير دي كده في قائمة كاركتر، برضو تدوس اللون اهو، غير اللون براحتك، عايز تخليه اسود ابيض ازرق اللي انت عايزه. تمام. انت بقى اقعد العب براحتك، يعني شوف انت عاوز تعمل ايه. التكست يا جماعة او اي لاير، دي لاير يعني انت ممكن تعمل فيها كل حاجة بتعمله في الصور. انا زي ما شفت دلوقتي انا عملت غيرت في الاوباسيتي، انا ممكن اغير في البوزيشن. يعني انا ممكن، بص هعمل ايه، بص، تعالى بس ايه نقلل ده بس شوية ونزود الاوباسيتي عشان يظهر. عايز اجيب خط بس يكون ايه ظاهر ليكوا عشان تبقوا شايفين انا هعمل ايه. مثلا ده، هو اللون برضو ظاهر قوي، ماشي، خليه نخليه كده. ماشي. انا اللاير دي التكست ده لاير، يعني انا بلعب فيه بكل حاجه انا عايز العب فيها. يعني انا ممكن العب في البوزيشن، العب في الاوباسيتي، في الروتيشن، في كل حاجه. يعني انا ممكن اعمل دلوقتي كي فريم. ازاي اعمل بوزيشن؟ انا عملت بوزيشن عند صفر، الكي فريم ده انا عايزه ينتهي، يعني امسك الكي فريم ده زقته كده شويه، معنى كده ان هو هينتهي هنا، هينتهي هنا. في البدايه كان فين بقى؟ في البدايه كان تحت مثلا. لو اتلخبطت انا عملت ايه، تعالى نعملها بالطريقه السهله بتاعتك عادي خالص. اللي هو انا هعمل كي فريم للبوزيشن وهمشي قدام شويه، هعمل كي فريم. انا دلوقتي الاتنين زي بعض، ما عملتش اي تغيير، فنيجي نحرك ما فيش اي تغيير حصل. انا عايز اعمل عايز اعمل الشكل يكون ازاي، ان الاولد كومبوزيت دي تطلع من تحت، فيبقى الكي فريم الاولاني يبقى موجود تحت، صح، يبقى موجود تحت كده، ونيجي نمشي اهو بيطلع من تحت كده، الكي فريم الاولاني تحت وطلع لفوق. ده برضو يعني عيش بقى مع نفسك، اعمل اللي انت عايزه. انا عايزك بقى تخش كده يعني تدور كده في تكست، تقعد تلعب في الحاجات دي براحتك خالص. انا هقول بس على افكت تاني مهم، يعني بصراحة مهم جدا. في افكتين يا جماعة، او مش افكتين، في حاجتين انت لو فهمتهم بشكل كويس انا بقولهم لك دلوقتي والله بجد مش هتحتاج ولا كورسات ولا اي حاجة. لو فهمت الحاجتين دول هتعمل اي حاجة انت عايزها، اي حاجة تتخيلها في دماغك، بس تفهمهم كويس. ايه هما الحاجتين؟ الشيب، ان انت ترسم ازاي شيب، وان انت تعمل ماسك بس. اي فيديو، اي فيديو هتتفرج عليه لو حللته كده بالراحة هتلاقي 90% منه ماسكات بجد. يعني ده هو انا بقول لك، مش انت مش لازم تاخد كورس ولا لازم تاخد اي حاجة، انت اتعلم بس ان انت تتعود تشتغل بالماسك، واعمل اللي انت عايزه بقى، عيش براحتك. اكتب بقى على اليوتيوب، انت بس مجرد ما بتفهم يا جماعة، انت مجرد ما بتفهم البرنامج. الافكتات احنا بنجيبها ازاي، او اللي بيعمل فيديوهات هو بيجيب الفكرة الفيديو منين. هو مفيش اي فيديوهات على اليوتيوب دينتال، مفيش اي فيديوهات خالص. فهو بيتفرج عادي على فيديو موشن جرافيكس عادي خالص، بس لقى في الشخص اللي بيعمل الفيديو لقى حط افكت كده معين، فهو حاسس ان ممكن يعرف يستخدمه في الفيديو بتاعه. يعني هو مسك الافكت كده وبطريقة ما كده حطه في الدنتال بتاعه، فعمل بيه شكل حلو. فايه بقى الحاجة اللي انا كنت هقولها؟ انا هظهر دلوقتي اللاير عشان بس ايه نظهر برضو، نشيل كل حاجة كانت موجودة عشان بس نشرح على نظافة. اوبس. ايه ده؟ 11 ونص. اوبس. يا الله. طلع ما ينفعش ولا ايه؟ ايه ده؟
انت الموشن. اه هو ده. ناخد كوبي. ايه ده؟ هو انا، هو يا جماعة الميتنج شغال؟ هو انتوا سامعين صوتي دلوقتي؟ هو انت كنت فاكر ان هو قفل؟ ايه ده؟ اه انا ده كله فاكر اصلا ان هو قفل وببعت لكم لينك جديد. بس ظهر لي بحسب قفل والله. ايه ده؟ معلش يا جماعة والله انا مش عارف والله في ايه. بس انا ده كله فاكر ان هو قفل، وعمال اجرب الاقيه بيقول لي لا ما ينفعش تستارت ميتنج جديد، وعمال مستغرب ليه. ماشي معلش يا جماعة. لا يا مجلس. ماشي. ايه بقى الحاجة اللي انا كنت هقولها، اللي هو حاجة افكت كده حلو، هنشيل بس دي. ماشي. انا دلوقتي رسمت شيب. رسمت شيب ازاي؟ بجيب البين تول مش محدد اي لاير. بجيب البين تول مش محدد اي لاير وارسم شيب. هشيل ده اهو دلوقتي عشان نعمله من الاول. اهو جايب البين تول مش محدد اي حاجة وهرسم شيب مثلا كده. ولا اقول لك نرسمه، نرسم نرسم على الديفكت بس، عشان هعمل حاجة دلوقتي برضو حلوة مثلا كده. طبعا انت لما بتخلص رسم لازم تقفل الرسمة. يعني بص ما ينفعش تبقى واقف. والله ممكن تنفع عادي، ده فري شيب فري هاند صح الكلام ده على الماسك. ماشي. انا دلوقتي رسمت الحتة دي وعمل لي شيب اهو. هنتعلم دلوقتي حاجة، يعني عايزكم بس ايه تركزوا. انا دلوقتي الانكر بوينت بص فين. انا هخليها دلوقتي في النص، هعمل كده دبل كليك. الحاجة دي يعني مهمة هي بصراحة، ادفانسد شوية، بس انا عايزكم تركزوا فيها عشان دي هتفتح لك آفاق جديدة قوي، وممكن اشرحها كذا مرة. الحاجة دي اللي انا ازاي كأن كده الخط ده بيترسم كده وبيعمل الشيب ده. يعني بص انا اقول لكم ازاي. هعمله بس كده وهقول لكم اتعمل ازاي. اه هو الكلام ده ظاهر. ماشي. شيل بس الافكتات اللي انا عاملها دي عشان ايه نشرح على نظافة. تمام. انا دلوقتي رسمت الشيب اهو. هعمل دلوقتي حاجة. خليه كده. بص انا عملت ايه. بص كده اهو. ازاي بقى تعمل الموضوع ده؟ بص اللي حصل ان هو كان مش مختفي، كان مختفي ومرة واحدة رسم. ده الحاجة دي بقى انت هتستخدمها كل فيديوهاتك تقريبا، في كل فيديوهاتك. هقول لك برضو على حاجة تانية تستخدمها بيها. بس ازاي انا عملت بقى الموضوع ده؟ يعني ازاي الخط كان كده ومرة واحدة شال. اول حاجة انت رسمت الشيب. خلاص انا رسمت الشيب وكل حاجة وظاهر الشيب تحت اهو. بتدخل على السهم، على السهم ده. تمام. بتيجي على قائمة اد اللي هي دي. هتلاقي قائمة اد دي هنا، وهتلاقيها برضو فوق هنا. عادي ممكن تجيبها من هنا او من هنا. بتدوس على اد. بتدور على حاجة اسمها تريم باث اللي هي دي. تريم باث تمام، دوست عليها. هتظهر لك تحت تاني اهو. انا دلوقتي رسمت شيب. بندخل على السهم بتاع اللاير بتاع الشيب دي. هلاقي فيه الاد دي. بدوس عليها وباجي على تريم باث. بدوس عليها. اول ما بتدوس عليها بيظهر لك تحت كده تريم باث. بتخش على التريم باث ده. انت بقى تلعب فيه براحتك. يعني تريم باث ده مليان حاجات. يعني في حاجات كتير قوي. انا هقول لك على حاجه منهم اسهل حاجه وتستخدمها براحتك. بص هتلاقي في حاجه اسمها ستارت واند. نفس الكلام برضو في ساعه. هي الساعه دي فمعنى كده ان في حركه انا ممكن اعملها بكل سهوله. فبص دلوقتي انا مثلا في الاند دي هي دلوقتي 100%. بص انا لما اجي اقللها بص هيحصل ايه. بص الرسمه بيحصل فيها ايه. بتبدا تختفي. فمعنى كده ان انا لو انا خليتها 0% ورحت عامل هنا كي فريم على الاند، هي دلوقتي صفر فمش موجودة. ومشيت شوية قدام ورحت مخليها 100%. شفت حصل ايه؟ اهو اترسم. فده بقى يعني انا عايزك بقى تعيش مع نفسك تعمل اللي انت عايزه بيه. ايه تاني ممكن اعمل بيه مثلا بالافكت ده او بالتريم باث؟ ممكن اشاور عليه. يعني ممكن بعد ما رسم ده كده يشاور كده يقول له ده اولد كومبوزيت. يشاور ازاي بقى؟ جيب برضو البين تول. بدل ما هرسم شيب بقى انا هرسم خط. اعمل نقطة واعمل نقطة تاني هنا اهو. رسم الخط بتاعك. بس كده هتدخل على الشيب وتدخل على اد
وبعد كده ترم باث، هتلاقيه ظهرت لك هنا، تدخل عليها وتلعب بقى في الاند براحتك والستارت. هتخلي دي صفر اهو، وتعمل كي فريم، وتمشي شويه قدام، وتروح جاي مخليها 100% اهو. بص اهو، عمل انت بقى تتحكم في سرعته براحتك بقى، يعني تقرب مثلا الكي فريمز دي شويه لو عايز يعني تبقى ماشيه مع وهي كومبوزيت طالعه، مثلا عايز تحددهم كده تبعدهم شويه سيكه كده مثلا. يعني كذا حاجه برضو دي تعمل بيها برضو افكتات براحتك. فاضل برضو ماشي، فاضل دقيقتين ماشي. أه... انا مش عارف صراحه ايه تاني مثلا ممكن كبيزكس يتقال. دكتور، هو الشيب اللي انت حطيته بالبين تول، ممكن نعمله فيل من جوه، نملاه يعني اه لون من ممكن، ده جوه. ممكن كمان تعمل بيه، هقول لك حلو السؤال ده، ممكن برضو تعمل اصل بيه اصلا. شفت ايه؟ فيديو قبل كده في النقطه دي، شفت فيديو قبل كده انت في النقطه دي، ان هو كان بيعلم الشكل اوكي، اه وبيخليها تعمل مثلا ان هي بتنور وتطفي عشان يعمل اه الشكل اللي صح هو. صح، انا اصلا كنت هقول الافكت ده. انت او انت الشيب ده، انت ده رسم، فهتلاقي برضو يعني انت زي ما رسمنا في الاول كده مربع، هتلاقي ظاهر لك برضو لما تعلم عليه كده هتلاقي ظاهر لك فيل ستروك. هو دلوقتي الستروك بتاعه اه خمسة. طيب بص، انا دلوقتي هخلي مثلا ستروك زيادة، لا انا هخليه خمسة عادي، واعمل بقى فيل. هو دلوقتي الفيل عليه علامة حمراء، فمعنى كده ان انت مش حاطط فيه فيل. فتعالى نعمل بقى حاجة جديدة، مثلا نخلي مثلا لون ابيض، فيل ابيض، وندوس اوكي. بص بقى انا هعمل حركة جديدة بعد. لا انا مش هعمل كده. بص انت لما بتيجي عشان تعمل تريم باث، بص بيتلون كده. بص انا هعمل بقى حاجة احسن، يعني حاجة مور بروفيشنال. انت بعد ما رسمت الشيب ده، خلاص انا عايز الشيب ده لما يترسم كده يجي اللون من جوه من غير ما يأثر على الشيب. فهنعمل شيب وبس. جديد. اه بالظبط، هنعمل شيب جديد. يعني او هتاخد ده، هتاخد ده كنترول دي، يعني هتعمل منه دوبليكيت اللي هو الشيب ده، وهتشيل منه الستروك. انا بشيل الستروك ازاي تاني معلش اهو، باجي على الستروك كده، بدوس عليها على الكلمه ذات نفسها. انا لو دوست هنا هيقول لي الستروك انت عايز لونه ايه. لا انا مش عايز كده، انا عايز الغي الستروك خالص. فهدوس على الستروك وهاجي هنا اشيلها اهو. كده انا بقى عندي تو لايرز. هو الميتنج هيخلص دلوقتي حالا، هشرح الافكت ده في الميتنج الجاي، عشان بس ايه ما يفصلش في النص.